الليبرالية بشكل أو بآخر. إذا كان الشيخ سليمان ذكر أمثلة زي ما تفضل أخوي فاضل، هي عملية انتقائية لناس، كل فئة فيهم المتشدد وفيهم الوسطي وفيهم الأقل. إذا أخطأوا هؤلاء اللي ذكرهم تركي الحمد. أنا أقول لا بس ودي عشان نفهم بس عملية تركي أخطأوا أو لم يخطئوا. تركي الحمد يعني كتب عنها ما كتب وجاء ما كتب وبرر تركي، لكن رأيك في الموضوع تركي ما قال بهذا اللفظ، ما ذكر انه الله والشيطان عمله واحده ابدا. ما حتى نادين البدير على فكره، حتى نادين البدير انا اتمنى ان الشيخ كنا نقرا ما قطعناك شيخ تركي الحمد لم يقل ان الله هذه يعني من ضمن الانتقائيات اللي انتقوها هذه. يعني خلينا نكون واقعيين. استاذ صالح ثواني بس واترك. هو تركي الحمد ذكر هذا في سياق احد شخوص روايه، يجب ان نعرف هذا الكلام السياق. هو ذكر احد في الروايه قال هذا الكلام، يعني لا هو لا يتبنى. سؤال هل يستطيع؟ حرام ان احنا يعني هذا لم ينفي. خلينا ذكرها اكثر مره. نادين البدير بس عشان واحده مثلا نادين البدير ذكرت مقال من باب استهزاء، من باب يعني هو مقال استهزائي، مقال كوميدي. بالكتاب والسنه. طيب انا ممكن طبعا لا في المستوى قبل قليل شيخنا إذا تكرمت عليه، يعني قبل قليل ذكرت تركي الحمد، وما ودي ندخل في تركي الحمد، بس هي مسألة مهمة ذكرها الشيخ. هل يستطيع أن يقول مثلا يعني الأمير والشيطان وجها لعملة واحدة، الرئيس، وهل يستطيع؟ ودي ترد عليه. لا أخي يا رياض، هو يجب أن نفهم القضية. لا هل يستطيع ولا ما يستطيع؟ لا في الرواية يستطيع. لا خلينا نتكلم معلش. هو في رواية يذكر أن يعني ألا يوجد شخوص في مجتمعات مختلفة، شخوص ملحدة، شخوص ليبرالية متطرفة، ألا يوجد متدينين متطرفين ظلاميين متشددين، ألا يوجد في كل المواصفات. إذا أفرض أن واحد كتب رواية معينة وذكر فيها أحد المشايخ بأنه يريد تفخيخ، بأنه يريد تفجير، هل معنى هذا أنه اتهم الإسلام؟ لا، هو يذكر تنوع. فتركي الحمد ذكر أحد شخوص الرواية قال هذا الكلام. هو تركي الحمد لا يتبنى هذا الكلام. طيب لا نتعمق واضح، ولكن استغلال هذا المثال واستمرار. أعطيه مثال عن هذه هي مثال آخر. هذا الشيخ وبسيط انتقائك سطحي يا شيخ للموضوع. لا خلينا بس أنا بس عندي تصويت إذا كانت تتكرم علي. تركي الحمد مثل ما تفضل. ما ودي نتكلم. لا مثال يعني ترى يا رياض تسالنا تقول لي مثل من ثم استشهد. لا ما تعمقنا فيها. لا تعمقنا. هو مش على تركي الحمد الدائره يا رياض اذا سمحتوا لي. اذا كان العمليه انتقائيه فماذا نسمي مثلا إذا كان مثلا ضربنا في تركي الحمد من الجانب الليبرالي زي ما تفضل، لو جبنا الجانب التيار الإسلامي. نعم جيبه، بس خل أعطيك مثال على الليبرالية تركي الحمد. صورة التفاحة مثلا. كلام العريفي قال والله أن الرسول كان يهجر الخمر في أيام الجاهلية. إذا أنا بنتقي انتقائية ثم لما كتب ونحن إذا انتقيت نحن وبالتالي لما كتب وقال والله لا هذا تراجع وتاب إلى آخره. العملية يا جماعة الخير أنا أركز عليها تماما في الحوار. أنا أقول إحنا في صالح يجب ان انا ما تتهمني واتهمك. الذي قال هذه صورة تفاحة في لفظه هذا اخطاء، وهذا اخطاء ولكنه مجرد عليه لم يمارس عليه ضغط. هو لم يقل بانه العداله الليبراليه، هو لم يقل بالعداله. اذا والله لا والله هل سمعت تركي الحمد قال اني اخطات؟ هل سمعت انه قال الله والشيطان عمله واحده؟ قرات. أنا قرأت. وش قرأت؟ قرأت كتاب غير اللي قرأته. قرأت كتب في رواية. اترك هالمثال. أنا بعطيك مثال ثاني. عشان ما ندخل في ترك الحمد. لا خليك هذا الذي أخطأ ذاك جميل. والرسول يهدي الخمر في الجاهلية لما ترى عليه الكتاب نعتوا في انهم اعطيك مثال. من الذي نعتهم؟ هو من قال هذا؟ هو قال لك اعتذر. اللي كتب قبل اللي قبله في تويتر هذا الكلام. لكن هو موكل على لو نرجع للتاريخ هو موكل على كل من كتب هؤلاء يوافقون من كان قبل سنوات. طيب استاذ صالح قبل بضع سنوات ايام الانتخابات البلديه الاولى لما ظهرت النتائج باكتساح التيار الديني للانتخابات، ظهر تركي الحمد اللي هو ليبرالي ويؤمن بالديمقراطية، ظهر في جريدة الحياة على الصفحة الأولى يقول المجتمع لم ينضج بعد فقط لأن الإسلاميين فازوا. هذا بس دليل على أن الليبرالية عندك بالسعودية
ازدواجية تنادي مبادئ لكن تطبيقاتها مختلفة على أرض الواقع. والتيار الديني